السلام عليكم حضرتك. انا بعمل بس استعلام على تليفوني، طلع ان هو عليه 23000 جنيه ضرايب. حضرتك اكيد بتهزر يعني، ان واضح ان دم حضرتك خفيف جدا. انا التليفون ده حضرتك شاريه من 6 سنين ب 8000 جنيه ونصب عليه في واحد، يعني الراجل كان ليه اقساط وانا هربت منه ما اديتهالوش. وحضرتك اصلا ده ايفون اكس اس ماكس نازل من 2009. ابل ذات نفسها لو عرفت ان التليفون معايا لحد دلوقتي هيجوا يسحبوه مني سوء استماع وسخريه. فحضرتك اكيد بتهزر معايا. فحضرتك هو ايه اللي 23000 جنيه؟ حضرتك اكيد بتهزر صح؟ مش بتهزر. طب انا عايز ابيع التليفون لحضرتك، عايز ابيعه ب 2000 جنيه ونص واتنين علبتين ميريت واتنين لولي بوبس، لان انا اكيد مش هعيش بالتليفون ده كده خلاص، لان انا مش لاقي اكل. انا لسه بقول لك عليه اقساط، فاهم حضرتك؟ انا خلاص هشيل التليفون الدمعه اللي هو اللي هتنزل من عيني دلوقتي دوت، فاكره؟ ولو ما لقيتش الدمعه كمان نزل عليه ضرايب، همشي بتليفون ارضي، او خلاص بقى اللي عايزني فاهم يجي لي لحد البيت، مش لازم يعني يرن عليا. حضرتك انتوا بتعاملوني كده ليه حضرتك؟ وانتوا كنتوا داخلين فيها استثمار، كنتوا داخلين فيها استثمار ودلوقتي وافتكرتوا ان ليكوا عندي فلوس؟ حضرتك والله الكلام ده ما يرضيش ربنا. انا معايا تليفون بتفاحه وكده، يعني انا حتى مداري التفاحه بالجراب، بس انا بجد لابس بوكسر مقطع حضرتك يعني، بجد ما فطرتش من